يكض نسوانكم وانت تظن زلمتشن صدق كذب وعلي بن ابي طالب عمي خزي. اذا انا انشر لكم فانا احبكم اشارككم حياتي. يا هلا والله حبايب قلبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد. قبل لا تشوفون الفيديو اتمنى تشاركون الفيديو يا اصدقائكم حتى يوصل للجميع، ولا تنسون تحطون لايك بصبعك الصغير. اوكي، حطوا لايك واشتراك بالقناه، شاركوا الفيديو يا اصدقائكم. واليوم المصيبه والعركه والمشكله بين ايناس الخالدي بعد ما رجعت من السجن، دورت مشاكل، فقالت اني نسون العالم فلازم اطشن من جديد. فخلونا نبلش بهاي العركه، عركه ايناس الخالدي ويا الماكيره ساره. خلونا نشوف من هو صاحب الحق، ايناس الخالدي لو الماكيره ساره. واكيد انا راح اعطيكم رايي نهايه الفيديو. ما تقول ان اكو عوائل دا تشوفنا، ما تقول ان اكو اطفال دا يشوفنا، ما تقول ان اكو بنات بيوت دا يشوفن. زين انت يعني ما تقولها حبيبتي عيب، انا بمكان خاص تصورك من كل جهات، انت تفتر هي تفتر الكاميرا وياها وتصورها وهي تفتر عمي عيب. وعلي خزيتونه. انا ادري اليوم هسه عمي اني مره من اعترف بذنب لا ذنب علي. يعني مثل ما شفتوا بهذا الفيديو، ايناس الخالدي تحكي على الماكيره ساره. ليش الماكيره ساره؟ لان ماكيره ساره نزلت فيديو هي وزوجها بالمسبح، واكيد هذا الشيء غلط. تمام، كل احنا نعرف هذا الشيء غلط. اذا انتم متزوجين يعني تسوون كل شيء، يابا اكو خصوصيات. تمام، خصوصيات ما تنشر للعالم، فاكيد انتم من تنشرون هيك فيديوهات للعالم اكيد العالم راح ترد. وشلون جاكم رد؟ اكيد الرد كان اصعب. ليش؟ لان الرد جاكم من الشخص الغلط. انا ما خطأت هواي بحياتي واخذت عقابي، وهل يشوفون امشي بصف الحائط زين، ودا اقدم برامج اجتماعيه وفتحت لي باب رزق. عمي شني؟ ترى هي غيره تنشال تنمسح تقبل مرتك مفرعه. انت تراني انسانه ما عندي صحه، هذا الرجال النهار كله حاير بالمستشفيات وبالمغذيات فيه، والقران اطلع الشغلي ارجع من شغلي على قولي مغذي والدمعه بعيني حاليا. مو لانه شيء، لانه انا بحياتي ما غلطت، والله العلي العظيم وهذا الله فوق راسي ما غلطت بيوم. اذا انا انشر لكم فانا احبكم اشارككم حياتي، واذا انا مرات نشرت سابقا اشياء وغلطت بها فانا اعذروني، لانه كل انسان معرض للغلط. بس انا حاليا صح، وانا مره متزوجه وهذا رجلي وعلى سنه الله ورسوله. عقد الزواج عمي، هذا عقد الزواج محكمه، هذا سيد ومحكمه. تمام، هذا عقد زواجنا. يعني جميع واحد متزوج او متزوجه تصور كل شيء وتنشر عادي عندكم، لا هذا الشيء اكيد غلط. الغلط الاكبر تدرون شنو؟ الغلط الاكبر جت النصيحه من الشخص الغلط. يعني انت ايناس الخالدي ماضيك ما شاء الله ابيض مش اسود، والعكس صحيح. يعني اجت النصيحه من الشخص الغلط. يعني انت مجرد بس تريدين لك مشكله حتى العالم ترجع تشوف ايناس الخالدي. وين كانت ايناس الخالدي؟ كل احنا نعرف ايناس الخالدي شلون صح، شلون الاحوال، شلون الوضع كان هناك زين. بالوحده بالليل من وقت بالجيم كلها طالعه، باقي بس البنغالي كان. العالم دا تطلع ما تمرنا الا طلعت العالم. حتى الحجاب انا لبسته على مودكم، لا رجلي اللي قال لي لبسي ولا اهلي اللي قالوا لي لبسي، لبسته تعليقاتكم كلها غلط وفشار وسب وكلام واهانه. زين انا لبسه، انا ما مقتنعه وما حد قال لي لبسي، لبسته حتى ارضيكم، وبالنتيجه خليتوني انزعه من ورا كلامكم. واذا خطيتي نزعت الحجاب فانتوا السبب، وتعليقاتكم السلبيه السبب. تمام، انتوا تخلون الواحد يوصل لمرحله بعد يقوم ما يثق بروحه، يحس نفسه هو غلط وهو مو غلط. المهم حبايب قلبي، فاللي اريد من عندكم انتم كتبوا لي رايكم بالتعليقات، منو كان صاحب الحق، ومن حق ايناس الخالدي تتدخل بهذا الموضوع ولا لا؟ شاركوا رايكم بالتعليقات.